كتب محمد صلاح قائد منتخب مصر إنجازا رائعا بعد أن سجل هدف الفوز لصالح الفراعنة في لقاء زيمبابوي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وسجل صلاح هدفا قاتلا في الدقيقة 90 ليمنح الفراعنة 3 نقاط غالية في مستهل مشوار البطولة القارية. صلاح ضرب 3 عصافير بحجر واحد كما يقول المثل الدارج بعد أن أصبح أول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وهز نجم ليفربول الإنجليزي الشباك في نسخ 2017 2019 2021 2023 ثم أحرز في النسخة الحالية. الرقم الثاني الذي حققه صلاح يتمثل في الوصول لهدفه الثامن لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. وتخطى قائد الفراعنة رقم الراحل حسن الشاذلي وطاهر أبو زيد متساويا مع أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق. ويبقى الرقم الثالث اقتراب صلاح من الوصول للقب هداف منتخب مصر التاريخي، حيث أصبح على بعد 6 أهداف فقط من الوصول لرقم مدربه حسام حسن الهداف التاريخي برصيد 69 هدفاً.